جدا. يلا يا رجاله بعد البطوله تحبوا تقولوا ايه؟ تحب تقول ايه؟ ما لعبتش ولا ماتش. الحمد لله. والله الحمد لله. الحمد لله. لا ايه يا ابني حاجه. الحمد لله يعني واحد فرحان انه بيلعب مع لعيبه. وكابتن اسامه جلال نجم فريق شلح واجري، بقول لك بعد الدوري تحب تقول ايه الحمد لله. الحمد لله على كل حال. لا مش محمود جاد، اسامه جلال. والله كابتن ميدو احنا تطلع بالثالث. اضحكوا يا جماعه. ثانيه واحده ثانيه واحده يا جماعه. محمود عامر نجم نادي الزمالك سابقا، صفقة الموسم السنة دي، والله نحب نشكره جدا ان هو كان معانا. وتحب تقول ايه في الثلاث دقايق اللي انت لعبتهم؟ احب اشكر اللعيبه والجهاز الفني والكابتن ميدو احسن لاعب في مصر وكابتن مصطفى الحر، وبنقول للشعب المصري عايز اسالك سؤال بس يا كابتن. ايه احساسك يا كابتن محمود؟ ايه احساسك وانت ماسك شارة الكابتنه لابسها شارة نادي انبي؟ نادي كبير، واحب اشكر الكابتن محمد مبروك، موتنا طول السنه والله تعبنا جدا. تعالى معايا. ولقاء خاص مع الكابتن محمد مبروك نجم نادي المقاولين سابقا وحاليا بيشتغل في التأهيل لنادي انبي، ولا ان شاء الله يطلع الفريق الاول. تحب تقول ايه بعد البطوله؟ اقول الحمد لله والشكر لله، والحمد لله احنا تعبنا وربنا جزانا. انت مش فرحان ولا ايه يا كابتن محمد؟ لا فرحان. انا حاسك مش فرحان. لا فرحان. ثانيه واحده، عشان ده نجم الماتش ونجم العالم واللي بس هو بس كان عنده مشكله كده قبل كده، بس الحمد لله اتحلت. كويس يا حوده. احساسك ايه يا حوده؟ احساسك ايه يا حوده؟ احساسك ايه بعد البطوله والمكسب؟ طبعا الحمد لله طبعا، ونحب نشكر الكابتن محمد مبروك طبعا. قول اسمه. والحمد لله على كل شيء والله. يا ابن الكابتن تحب تقول ايه؟ الاسماعيلي طبعا. تحب تقول ايه للكابتن سيد ياسين والكابتن امام والناس؟ الحمد لله على كل شيء. تاني وش تحب تقول ايه يا وش؟ بقول الحمد لله على المكسب وبشكر كابتن ميدو طبعا احسن لعيب في مصر. طب عم شوالي تحب تقول ايه بعد المكسب والبطوله؟ انت يعني صراحه مذيع كويس وعامل شغل كويس في اوضه اللبس، ومبروك للكابتن سيد وجهاز. قول اللي انا جايب 5 تجوان في الدوري وعامل 10 اسيست. وانا عملت شغل جامد قوي بيه في السنه دي. لا اتفضل يا عم شوالي.